بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية تسجيل خروج من جميع الأجهزة المتصلة ومسجلة فيها حسابي على الفيسبوك. أنا بالنسبة لي حابب أعمل تسجيل خروج لحسابي على الفيسبوك من جميع الأجهزة، لأنه أنا شكيت إنه صار عندي اختراق على حسابي، فحابب أعمل تسجيل خروج لجميع الأجهزة اللي كنت مسجل فيها دخول على حسابي على الفيسبوك. كيف راح تكون الطريقة؟ الطريقة على الشكل التالي: راح نفتح صفحة الشخصية الخاصة فينا على الشكل التالي. راح نشوف بالأعلى على اليسار في ثلاث شخط. راح نشوف هاي عندي صفحة رئيسية على الشكل التالي. راح نشوف بالأعلى على اليسار في ثلاث شخطات فوق بعض، راح نكبس عليها ضغطة. بعدها راح ننزل لتحت بالأسفل. راح نشوف في خيار اسمه الإعدادات والخصوصية، كمان نكبس عليها ضغطة هيك. بعدين يطلع عندنا خيار اسمه الإعدادات، كمان نكبس عليه ضغطة. بعدها راح ننزل تحت بالأسفل. راح نشوف في خيار اسمه الاطلاع على مزيد في مركز الحسابات، نكبس عليه ضغطة كمان. بعدها راح ننزل تحت بالأسفل. راح نشوف في خيار اسمه كلمة السر والأمان، كمان نكبس عليه ضغطة. يطلع عند القائمة على الشكل التالي كلمة السر والأمان. راح ننزل تحت بالأسفل. راح نشوف خيار الأماكن التي سجلت الدخول منها، نكبس عليه ضغطة هيك. بدك تختار شو هو الحساب اللي انت حابب تعمل تسجيل خروج لحسابك على الفيسبوك ولا على انستغرام. راح اختار حسابي على الفيسبوك. راح يعطيك جميع الأجهزة المسجل فيها حسابك على الفيسبوك. في عندك خيار إنه تسجل خروج من الجميع، أو تختار الجهاز اللي بدك تسجل. عم يخبروك إنه هذا الجهاز اللي أنت حاليا عم فاتح منه حسابك على الفيسبوك. وهاي الأجهزة الثانية تختار الجهاز اللي بدك تسجل خروج، تحدد هيك، تعطي على كلمة تسجيل خروج. هاي كانت طريقة بكل اختصار كيف فيني أعمل تسجيل خروج لحسابي على الفيسبوك من جميع الأجهزة المسجلة والمتصلة بحسابي على الفيسبوك. هلا الفيديو بيكون انتهى، واشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.